حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. بصراحة مش قادرة والله يا أستاذ، مش قادرة أصلا أصدق إن هو أخويا مات لحد دلوقتي والله. نفسي حد يخبطني في دماغي عشان أصدق، لأني مش قادرة، لأنه موقف صعب على أي إنسان في العالم إن يبقى قاعد في بيته في أمان الله ويجيله خبر يقول لأخوك مقتول. يعني دي كفاية، بس الكلمة دي صدمة الوحيدة، ما بال بقى حاجات كتير حصلت وحوارات كتير حصلت. واحنا كنا بعيد، يعني احنا ما كناش بعيد عن بعض، ان احنا لو في مشكلة كانت تيجي تقول لنا، لكن نعرف كل الافلامات دي من التحقيقات. فظلم يعني، ما تظلموش دنيا واخرة. يعني هي ظلمته هو حي وظلمته هو ميت بالاتهامات القاسية اللي هي اتهمتها له من غير ما عمل حاجة وحشة في حياته. انا بطلب القصاص القصاص القصاص، ده اللي انا بطلبه، وانا متأكدة في نزاهة القضاء المصري. مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام. محمد أب ل3 أولاد، متجوز بنت خالته، يعني اللي من دمه، اللي تخاف عليه من 16 سنة. وبعد العشرة دي كلها اتفقت مع صديقه اللي كان بيدخل البيت وبتعامل معاه كأن أخوها. نعرف ده من خلال أخته وأسرته، دفنوه حي. شهدت القرية أصعب واقعة بتفاصيل مؤلمة، بتفاصيل صعب عقلنا يصدقها. تفكير شيطاني ان هم يخططوا ويدبروا عشان ان هو مجرد بيغير عليها من جوزها. خطط ودبر وقال له ان هنا في المكان، في الارض الزراعية اللي انا فيها دي، في شيخ قال لي ان هنا في اثار، فتعالى نحفر. وقال له وخلاه يكون يفحر قبره بايده، واداله العصير اللي فيه المخدر ودفنه حي. 45 يوم مفيش حد عارف تفاصيل، وزوجته عايشة بتاكل وبتشرب وفي وسط أهله ويعني مش مبينة أي شيء، وجوزها مدفون حي في حفرة حفرها بإيده بالاتفاق مع عشيقها قدام بيته. قدام بيته حوالي من 30 متر 40 متر بينه وبينه. يعني هو البيت في أول الأرض وهو محطه في آخر الأرض، يعني مسافة بسيطة. يعني هي لو تبقى واقفة في البلكونة بتاعة البيت هتطل عليه وهو نايم في الطين. بتقف في البلكونة وجوزها مدفون قدامها. أيوة، هي لو بتنشر الغسيل هتبقى تبص على المكان اللي هو كان فيه. لأن أنا روحت عشان أروح المكان ده، بس رئيس المباحث منعنا. ايه القوة والجبروت اللي توصل ست ان هي تدفنه، تتفق يدفن حي، وتبقى شايفاه يوميا في الحفرة دي وعارفة ان هو مدفون. قلة الإيمان بالله. لو في بينها وبين ربنا عمار ما كانتش عملت فيه كده. عندها كام سنة؟ عندها حاجة و30، عندها 33 34 كده. عندها أولاد ايه؟ عندها إبراهيم ورؤية ويوسف. 3 أولاد. أيوة. ما شافوش حتى ان هي لا بلاش يتم ولادي؟ لا، هي ما فكرتش في كل ده، هي فكرت في متعة الحياة بس. عشقها بقى الصديق اللي اتفقت معاه عشان كان بيغير عليها ان ما ينفعش تنامي جنب جوزك، ده عيب. أيوة، ده عيب. ده هو كام همها سنة القتل. ما اعرفش والله. تمام. ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل ان هو وهمه ان في اثار في الارض الزراعيه، وهو كان مسافر شغله خدوه من على الطريق وهو مسافر. قال له انا عايزك في حاجه. ده كلام صاحبه اللي قاله في التحقيقات لما خدوا صاحبه، لانه كان واقف معاه. تحريات المباحث جابت ان هو كان واقف مع ده، وبعدين هو ده اللي دل على التاني. قال ان هو كان واقف معايا، بس ده خده ومشى رجع البلد تاني. المحل بتاع ده كان في اول البلد، وهو خده ورجع البلد تاني. ده كل اللي انا عرفته عن القضيه. دي اعترافاته، نص اعترافات. ايوه، ده اعترافاته اللي اللي المحامي قال لي عليها. اخر مره كلمت محمد امتى؟ اخر مكالمه كلمتها لمحمد كانت يوم 6/9 في الشهر اللي هو توفى فيه. كانت حوالي من 12 يوم. قبل وفاته ب12 يوم. ايوه. ما كنتيش كلمت اخوكي ولا شفتيه؟ لا، ولا كلمته ولا شفته، لان انا كنت بعمل اجراءات للعمليه وما شفتوش بقى. وكلمني وقال لي هجيلك. طب انا راح اعمل العمليه يوم السبت، قال لي هجيلي. انتوا اخته انا الوحيده؟ عملت العمليه وهو كان ميت وما كنتش عارف ان اخويا مات. يعني انا اخته الوحيده. ايوه. وله اخ تاني؟ ايوه، واحنا 2 بس. احنا كنا 3 الولدين وانا. بنت خالتكم، يعني بنقول بنت عمي وبنت خالتي بتكون اختي، يعني احنا اختك. كنا بنعتبرها اختنا، ما كناش بنعتبرها مرات اخ. احنا كنا بنعتبرها اختنا.
مفيش حاجه، مفيش اي خلاف بينا يعني، ما فيش اي حاجه بينا خالص يعني، لا في لا نعمل على ورث ولا اي شيء، احنا كنا كويسين مع بعض، العلاقة حلوة. العلاقه كويسه وما فيش مشاكل، وعمري ما هي اشتكت منه ولا هو اشتكى منها، مفيش اي حد اشتكى من التاني. لما اخوك اختفى 45 يوم، انا كنت بحاول كل يوم بتصل على تليفونه، وتليفونه بيديله مغلق كل يوم على الله، وبناتي كانوا بيتصلوا عليه لان هو كان خالهم وكان صاحبهم. كنت حاسة بحاجة مش مظبوطة؟ انا يوم ما عملت العمليه وشفت والدتي وانا جالي الاحساس ان اخويا متوفي، لاني انا بدات اصلا اقول لاخوه سر غياب اخوك مع مراته يعني. يعني. انت شكيتي في مراته؟ ايوه انا شكيت، ليه بقى؟ لانه كل واحده بتبقى عارفه جوزها فين. ايوه صح، حسيتي قلبك اللي ايوه قلبك اللي يعني انا لما جوزي يخرج من البيت بعرف هو رايح فين، لما بخرج بتصل عليه انت فين، لو ما قاليش انا بتصل واقول له انت فين، يقول انا في المكان الفلاني. كل زوجه بتبقى عارفه مكان جوزها. لما زوجته جت زارتك وجوزها واخوكي مقتول وما قالتش ليكم ما قالتليش ومدفون وهي ولا عارفه التفاصيل كلها، أيوة وجايه ما بتزورك قالتليش. بتقول لك ان اخوكي مسافر. يعني انا سالتها عليه وقالت ده هو مسافر، بس التليفون بتاعه بطاريته بايظه شويه. هي اللي قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده. البكتيريا بايظه. ايوه فقلت لها طب لما يكلمك خليه يكلمني عشان اطمن عليه، لان انا قلقانه عليه جدا. يعني هي قالت لك ان هو بيكلمها على قالت ايوه، هي كانت مع الشمانه ان هو بيكلمها وبيكلم ابوها وبيكلم ولاده، هي كانت بتقول ان هو بيتكلم. اخرة التخطيط ده كان ايه؟ ما كانت هتتكشف برضو يعني 5، هي ما كانت هي معتقده ان مفيش لا هي كانت فاكره ان القضيه خلاص انتهت، محمد مات والدنيا كلها هتبقى كويسه معاه، ومحدش ومالوش اهل هيدور عليه، وعشقها ده يفضل عشان رايح جاي. هو كل اللي كان في اعتقادهم ان والده ووالدته متوفيين، فمحدش هيهتم، لا اخوه ولا اخته هيهتم. ده كل اللي كان في اعتقادهم. اثناء اختفائه الصديق ده كان بيروح وبيجي وبيزور بيتهم عادي؟ قالوا لي كده ان هو كان بيروح. انت من قريه نقيله اللي هي حصل فيها الجريمه؟ بيتنا قبل بيت القاتل بالظبط الظالم. قولي لي بقى ايه التفاصيل الصحيحه او اللي هي بدقه اللي انت عارفاها، ايه اللي حصل؟ انا والله كل تفاصيلي قتل محمد. انا كل بقى الحاجات كان مسافر. قالوا انه هو مسافر رايح برج العرب. تمام. هو اصلا كان بيشتغل هناك، هو حداد. فجارنا برضو اللي هو صاحبه ده برضو بتاع الألموتال كان على الطريق فوق على الاسفلت واحنا في البلد جوه. فبعدين اتقابل فيه، وقف معاه، راح القاتل دوت قال له تعالى اصل انا عايزك. طيب قال له طيب خلاص ماشي، اتكلم كلمتين مع صاحب الألموتال ده ومشي. راح معاه نزل عندنا البلد، خدوا بقى في الارض دي قعدوا يفحرهم على ان في موجود اثار. محمد قعد يفحر فهبط. قال له طب انا هجيب عصير، جاب ازازتين، واحده صغيره وواحده كبيره. الكبيره دي نحط فيها اقراص المنوم لمحمد. شرب محمد، هبط، انا عايز ارجع، طب سيبني اروح، طب انا عايز انام كده. قعد يلاغي فيه وقعد يعني، ده التحقيقات اللي احنا سمعناها انه قعد يكلمه لحد ما خلاص ما عادش رد عليه. بقول انا شلت دراعه مرتين وحطيته وقعد، فهو ربط دراعته ورا ظهره ورجليه الاتنين بقشر موز. بقشر الموز، بقشر الشجر بتاع الموز، وربط ايديه بحبل غسيل اخضر. تمام. ودفنه. محمد تقريبا ان هو بدأ يفوق طبعا التنفس عشان ما يعرفش يفاعس. محمد كان شديد. محمد لو كان فايق ده، لو كان فايق بس نص فوقان كان التاني لا دفن مكانه، لان ابننا ما كانش ضعيف. ربطه ورماه في الحفره اللي هو دفنها بايده. اللي هو فحرها، يعني هو فحر قبره. وبعد 14 يوم فحر عليه تاني، اخد الشريحه وكسر التليفون وردم عليه. طيب انت يعني ما صعوبش عليك؟ ما فكرتش بعد ما ردمت عليه كده بساعه باتنين ان ده صاحبك ما عملكش حاجه حلوه، ما اساءش لك، فتح لك بيته، عاملك يعني انا بعتذر منك، احنا في الزمن ده لازم نقول نصيحه، صاحبي وصاحبك بره بيتنا. ما هو بعد اللي حصل بينا على كده ما كانش بيسمع الكلام. محمد بقى يزعل عشانه، بقينا نقول له خاله بقى يقول له يا محمد ده ما ينفعش تمشي معاه، ده مش شكلنا، مش ده، لان احنا عارفينه من وهو لسه عيل صغير.
ولما كبر عايش عالة على الحريم، ومعيش الناس ان هو دجال. ده جت في الايام الاخيره بقى يقعد يضحك على الناس كده، ده انا بعرف مش عارف ايه وكل ده كذب. بعد ما دفنوا ربط ايديه بقشر الموز يعني عشان ما يعرفش يفك نفسه. وقفل عليه ردم. هو عارف ان محمد شديد، وعارف ان محمد لو فاق من المخدر ده، لو هو مش متربط هيخرج. لو محمد كان فاق كان خرج. ابننا ما كانش ضعيف وما كانش وحش، ما كانش يستحق. يعني انا بس سؤال نفسي اساله، بس سؤال واحد: اذنب معاك في ايه؟ غلط معاك في ايه يستحق على اللي هو جراله؟ احنا صبرنا ثقة في العدالة. دفنوا ومشي يعني كأن شيء لم يكن، يعني كأنه ما عملش حاجة. ماشي في وسطنا كل شوية، اجي ابص اجي خارجة الاقيه قدام في وشي في البلكونة على السطح رايح جاي بيتكلم في التليفون وعادي. زوجته عادية جدا، عايشة يومها كان بمر عادي. هو يومه عادي كالعادة، طول اليوم ماسك التليفون، اليوم بتاعه الطبيعي زي ما بنشوفه كل يوم. ده انا مش عارفة ده اسميه ايه، جبروت؟ ده اسميه ايه ده يعني؟ دفنوا حي، عايزة يعني دفنوه حي بأي ذنب؟ وهي كانت عارفة اللي هيحصل لأبو ولادها. مش عارفة بصراحة، يعني انا الموضوع مش راكب معايا. هي انكرت قدام القاضي، مش راكب معايا ان يحصل انكرت قدام القاضي، لكن التحقيقات بيقولوا ان هي كانت عارفه. التحقيقات عارفه، ايوه قالوا ان هي عارفه، بس قدام القاضي انكر. في النيابه وهو انكر قدام القاضي في الجلسه. في المحكمه. ايوه هو انكر في اول جلسه. ليه لما اتذاعت انكر؟ لانه هو محاميه يعني اوحى ليه ان انت لما تنكر قدام القاضي هيصدق ان انت ما عملتش. التحقيقات الاوليه معترف وجا دل عليه وقال موته ازاي، لدرجه ان هو شوفي وكيل النيابه وهو واقف معاه بيمثل الجريمه بيقول له ما صعوبش عليك، ما وجعش قلبك؟ قال له لا ما وجعش قلبي وما صعوبش عليا. وقعد يقول له كده حاجات، فراح وكيل النيابه قال له كلمه مش كويسه يعني، وضربه بالرجل نزله في الحفره مكان محمد من كتر الكلام اللي اتحكى. يعني انتوا بتقولوا لما رماه في الحفره ما رماش على طول التراب؟ يعني انتوا بتقولوا الطب الشرعي ده بقى ده تقريبا يعتبر محمد بقى بدأ يفوق حاجه. حطه في الفحره ونزل عليه ربط ايده ورجله وقام حاطط راسه ومتك عليه بدول كده. هو قال للمباحث كده انا دكيت عليه بدرعتي، غرست دماغه في الفحره عشان ما يقدرش يقوم، عشان ما يتنفسش. بس هو حاول يقوم، دول انكسروا. دول التشريح في الصفه التشريحيه، دول مكسورين من محاولته ان هو يقدر يطلع يرفع التراب، بس هو ما قدرش لان كان عليه كتير. انا متاكده يعني هو محمد مات، لكن انا متاكده محمد لو كان ايديه مفكوكه كان محمد طلع. انا متاكده محمد كان شديد، ما كانش يستحق كده، ما كانش يستحق كده. البني ادم القاتل الخاين دوت عمل فيه ايه؟ لو محمد كان فوقه تراب، جبل تراب، ما كانتش عاوزاك تتطلقت. يلا اي واحده مش عاجبها عيشه جوزها تتطلق وتسيبه. اي واحده، اي ست في الدنيا ايا كانت، بصرف النظر عن دي، سيبيه عايش لاولاده، سيبيه لحياته. ولاده عايزينه يقعدوا معاه مش عايزينه، هم حرين. بعد ما لقى ان بداتوا تحسوا ان محمد غايب وتقولوا هنبلغ، ايه اللي حصل بقى؟ بدات التليفونات. اترن هو بقى علشان يوهمنا ان محمد موجود، مع ان احنا ال 24 ساعه كنا بنرن على تليفون محمد مقفول. ساعه ما اسعد يروح يدن، ساعه ما يبدا الاذان على طول يروح التليفون يرن. اسعد يا حبيبي على ما يجي يرد على التليفون اتقفل. فهو فحر عليه، اخذ الشريحه منه وكسر التليفون ورماه فوقه تاني وراح ردم عليه تاني. يعني في كل المراحل دي ما صعبش عليه محمد، ما افتكرش العشره حتى، لا صان حرمه ولا صان عشره ولا صان عيش وملح. ده يتقال عليه ايه؟ ده لو قلت شيطان ما وفيهوش حقه. ده مش شيطان، الشيطان جنبه ملاك. لا الشيطان في اللي هو عمله ده ملاك. الوفاة بعد ما ردم عليه راح 14 يوم طلع التليفون، اخذ الخط وكسر التليفون ورماه فوق ظهره تاني حبيبي. وهو كان رامي الشبشب بتاعه والبطاقه بتاعته، البتاع المحفظه بطاقتها بالفيزا بكل حاجه. خد الكارت، خد الخط وكسر التليفون ورماه. بقى يروح بقى يتكلم من كل بلد شويه ويهدد من كل بلد بخطوط كتير. طلب فديه،
طالب 500,000 دولار. كان طالبه منك انت؟ ايوه قال لي انت ما تساليش عن اخوكي، انت بايعه اخوكي ما اعرفش. قلت له لا انا مش بايعه، انا بتمنى التراب اللي بيمشي عليه، بس انت قتلته. ده اللي بيكلمك في التليفون؟ ايوه انا قلت له كده، قلت له إيه انت قتلته؟ قال لي انت مين؟ انت اللي بتتكلم مين؟ قال لي مالكش دعوه مين اللي بيتكلم معاك. قلت له طيب انت قتلت اخويا وعايز فديه مني؟ انت قتلته وقعدت اشتم بقى فيه وصورت. قام قافل التليفون وقام راجع رن عليا تاني وقال لي ايه ده انت جامده قوي. قلت له لو انت راجل واجهني لوجه وشوف انا هبعمل فيك ايه. هو كان طالب الفديه دي كان هياخدها صحيح ولا كان بيحاول يبين لكم ان هو لو ما رجعش هو كان بيعشمنا ان هو موجود على كده الحياه عشان يبعد الشبهات عنه. كان بيحاول يعشمكم ان الراجل ده ان يبقى ابنكم موجود، ولو هو اختفى خلاص ما رجعش يبقى هو اتخطف في مكان. بيبعد الشبهات، كان بيحاول يبعد الشبهات عنه. بس انا محمد ما اختفى وانا قلت لهم الولد ده هو سبب اختفائه. وقع ازاي؟ المجرم بقى وقع ازاي؟ مكالمة التليفون اللي جات لي ومسافة قبل ما يكلمني كان مكلم اخوي، فانا كلمت اخوي قال لي ده مكلمني الوقت اهو. قلت له طب انا طالع على المركز ابلغ اهو. والمكالمة وقال لي انا عارف بناتك وهاجي اخدهم. بناتي قعدوا اسبوع ما يخرجوش من البيت. بناتك انت؟ ايوه وبنات اخوه برضه كان بيهدد بنات اخوه. وبنتك كانت قدامي وانا ما رضيتش اعمل فيها حاجه. وهو الوحيد اللي كان حسيته ان اللي بيكلمكوا ده من المكان وعارف. انا قلت له هو قريب مني. طلع يومها ورا بنت اخو المجني عليه. فهو يومها طلع وراها وفي نفس الوقت قال له انا بنتك قدامي. المكالمه دي اللي كشفته في اليوم ده بقى اتعمل. البت جانا نسالها ابوها بيقول لها مين اللي كان واقف وانتي على الطريق؟ قالت له فلان اللي هو القاتل. ما هو ما ينفعش احنا نذكر اسمه اصلا. ربنا كبير والله العظيم. كمان في حاجه، الشخص اللي هو صديقه اللي هو بتاع الألموتال ده اللي قال ده كان اخر شخص كان موجود معاه. بداتوا تجمعوا الاحداث ببعضها. ايوه وكانت اخر مكالمه بينها وبينه. انت اتهمتيه اتهام رسمي؟ انا اتهمته في التليفون وهم جابوا التسجيل بتاع المكالمه بتاعته. هم اتهموه في المركز. ما جابوا اخوه بالاسم فلان اعترف على طول اول ما اتقبض عليه. راح اتقبض عليه، راح في نفس الوقت اعترف. طبعا عشان ما يجيبوهوش بقى بالنهار. احنا لو عرفنا في يعني ان هو جاي بيمثل جريمه قتل او بيدل على ان ابننا هنا في المكان ده احنا مش هنسيبه. لان انت في الوقت ده انت مش هتعرفي انت بتعملي ايه. في القصص دي كلها موقف الزوجه وتصرفاتها قدامكم ايه طبيعيه؟ قعدنا شفناها من ساعه ما راحت تبلغ. ما خلاص هي اصلا كانت اتحبست. لا من قبل ما يتم القبض عليها، وقت ما عارفين. انت انا اكيد كنت من يوم ما كانت عندي. كانت عاديه. لكن ما كنتيش بتكلميها انا شاكه في كذا او حاجه؟ لا انا كلمتها مكالمه يوم ما الصوره اتنشرت وقلت لها هو محمد فين؟ انت ازاي ما تعرفيش عنده حصل بينك مشكله ولا حاجه؟ قالت لا احنا كنا كويسين مع بعض ما فيش اي حاجه. طب امال هو راح فين يا بنتي؟ قالت ده هو راح برج العرب. قلت لها يعني انا هو راح برج العرب وانتوا ناشرين صورته وانتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما هو مش عيل صغير، هو متعود ان هو كان بيقعد في الشغل ساعات بالشهر شهر ونص ويجي. بس كان بيتكلم في التليفون. كان بيتكلم في التليفون. اعترف عمره ما كان يعني يوم ما كان يتاخر عن المكالمه كان يقعد اسبوع. اعترف وراح يطلع الجثمان من ابوه بقى ان بالليل حوالي الساعه 4 الفجر جاء بقى قال ان هو في المكان ده. تمام. فحرم لقينا محمد الصبح الساعة 9 كده. فحد كلمني يا بنت الوضع كذا كذا كذا. لسه ما كانش حد من عندنا يعرف، كان جوزي في الشغل. قلت له تعالى علشان محمد كذا كذا. اما قال لي على فكرة بطلي، محمد حلو ومحمد هيجي وما تبقاش تقولي الكلام ده وحرام عليكي. قلت له محمد حصل له كذا كذا. انا رحت فعلا وتاكدت ان هو محمد، لان انا ساعه ما جالي الخبر نزلت جري، ما كانش حد خالص من قرايبنا لسه راح هناك. في حد هناك انا عارفاه. قلت له ده محمد العسكري. قال له ده محمد. انت متاكد؟ قال له محمد. رجعت اتصلت على خاله قلت له تعالى لان ابن اختك حصل له كذا كذا. جمعه موته، جمعه دفنه في الارض. ده ما كانش مساوي ولا ما حصلش ازاي مش عارف. فجه وبقى انا الموضوع بقى كله اتعرف في ساعتها بقى. لما قالوا لك ان زوجته اتفقت مع جمعه عشان اللي هو الغريب منها اللي مش ابو عيالها صديقه اللي بياكل عيش، اكل عيش وملح في بيته، ما صنعوش، هم اللي اتفقوا دفنوه حي. انت يعني حسيتي بايه؟ ما صدقتش. ما كنتيش مصدقه؟ لا طبعا، ما تتوقعهاش. لا ما احنا عندنا بيوت اللي عايشه طبيعي معانا. اول مره قريه نقولها تشوف
حاجه زي دي. واي بلد تانية انت عمرك ما سمعت عن ان واحد دفن صاحبه حي خالص. احنا شفنا جرائم كتير على النت، من اول ما انا شفت التليفونات ديت وعرفت الحاجات دي عمري ما شفت المنظر. عمري ما تخيلت ان يحصل كده لمحمد. عمري ما تخيلت ان البني ادم ده مش بني ادم، ده اصلا مش قادره اقول ايه، ما ينفعش يتقال عليه اصلا بني ادم. الجريمه دي فيها جبروت كبير قوي. فيها شغل شياطين. عمرك ما حسيت ان مرات ده اخوكي خسة وندالة. قلبها قاسي لدرجه ان هي تعمل كده؟ يعني انت كنت اكيد بتتعاملي معاها بنت خالتك. انا ما كنتش بروح هناك زيارة قليلا، لان انا اصلا بتتعاملي يعني معاها. عمرك ما من حسيت ان هي يوم ما قلبها قاسي عمرها او ما وحش؟ كانت قلبها قاسي، عمرها ما كانت قلبها قاسي، بس قست ومتربيه في وسطنا. ده انا والله متجوزه قست على اولادها وظلمت ولادها ولبستهم العار للعمر كله. فين دلوقتي ولاد؟ هم عند جدهم ستهم. ما لهمش علاقه بيكم؟ لا ما لهمش علاقة بيه. ليه بقى؟ يعني ما بيجوش يزوروكم، ما بتسالوش عليهم؟ احنا حاولنا نروح، انا اولاد راحوا يزوروهم، شتموا واتهانوا وجوه الولاد من الولاد ولا من جدتهم. والولاد موقفهم ايه؟ هل الولاد يعني 13 سنه مش عايزيننا رافضين انا وعمهم. ما تكلموش حد فينا معتقدين ان انتم ظالمين مامتهم؟ ايوه. لا العيال ولا الكبار. لا الكبار. طب هم كانوا محتاجين لا ايه؟ تكلموني ولا تكلمهم، ما بتكلموش حضرتك؟ عشان انا رحت عاتبت وقلت ازاي ده يحصل ومش عارف ايه. زعل انت خالها خاله وخاله. وخاله، ولكن الوضع كله من البدايه اصلا زعلني، يعني الموضوع كله ما بقتش انا مستوعبه. ما بقتش مستوعبه. اخت حضرتك ليه؟ مامتها موجوده؟ لا انا والدتي ووالدي متوفيين. اخت حضرتك اخت انا واخت اكبر مني. موقفها ايه في الموضوع ده؟ الله اعلم، ما هي بقى خلاص الصله اتقطعت. لا عايزه بنتها. لما وصلهم الكلام ان انا من بري ما بعترفش بيهم ومش عارف ايه، لان انا زعلت، لان ابن اختي دي ما كانش اساسا، ما كانش يستحق اللي اتعمل فيه. يعني مره من المرات اذكر زعل مني اكتر من شهرين، اللي بقول له انت ماشي البني ادم ده ليه؟ اللي هو جمعه. لا هو شكلني ولا ينفع يا ابني تمشيه، ابعد بعيد عني. قبل الوفاه بشهر؟ ده قبلها بكتير، يعني يمكن قبلها يجي ب7 8 شهور. قعد يجي شهرين ما يكلمنيش، كان يقابلني وش في وش كده ما يكلمنيش. لما قلت له ياني يا هو، قام قال لي لا هو يعني عشان غلبان وظروفه. قلت له ما بنتكلمش في ظروف، احنا كلنا شبه بعض، انا ما بكلمكش في ظروف، انا بقول لك ده بني ادم ما ينفعش ان انت تمشيه. قعد مقاطعني يجي شهرين، لا قبل ما اللي حصل له حصل ده يمكن بحوالي من شهر. اما قابلني بقى على الطريق كده، كان في شغل وجاي، ازيك يا حجاج. احنا كنا يعني ما كنتش انا بقى خاله، احنا كنا زي اصحاب كده، كنا زي اصحاب. فاما قابلني ازيك يا حجاج، قلت له ازيك يا عسكور، انت جاي منين؟ قال لي انا كنت في الشغل وما الشغل، ووقفنا اتكلمنا شويه وخلاص قامت الايه الامور دايره تاني وماشي. ولكن اقول لك كان الدنيا كلها كانت تحبه، يعني بعد اللي حصل ما حصل ده يجي بشهرين ب3 ب4 كان اللي يسالني عليه يقول له ده حصل كذا، اقسم بالله بقى يبكي. انت خال المجني عليه وخال اللي هي اتفقت بقتله بدون رحمه بدون انسانيه بسبب الشيطان اللي كان ممشيه. بتطالب بايه؟ ده الشيطان كان ممشيه، انا اللي بطالبه، وعندنا ثقه تم في القضاء المصري ولا بنشكك فيه. وبنشكر جميع رجال المباحث في مركز شربين ان الموضوع ما استغرقش بتاع حوالي من نص ساعه، وكانوا قابضين عجان. ولكن انا بطالب بالقصاص العادل في البني ادم اللي ما صنش العيش والملح ولا الصحوبيه ولا الجيره، زي ما احنا لحد النهارده. يعني يوم وفاه ابن اختي محمد ده، وهيبقى الوفاه الحقيقيه اما يتنفذ في البني ادم ده حكم الاعدام. هناخد عزا، احنا لا خدنا عزا لا من قريب ولا من غريب، احنا دفنا ليلتها وجت الناس وقفت كالمعتاد. جه اخويا الكبير قال لهم يا جماعه ما فيش عزا ومشكورين على حضوركم، وخلاص مشينا من على المقابر على كده. حسيت بايه لما عرفت ان بنت اختك اللي هي تعتبر بنتك اتفقت على؟ انا ما بقتش مستوعب ده كله وبقيت اشكك. ويمكن انا حصل بيني وبينك موقف وقلت لك لا يا ملهاش ذنب، مش ده اللي حصل؟ وكل ده وانا لما بقعد بيني وبين نفسي ساعات كده ما بستوعبش اللي حصل، ما بستوعبش والله اللي حصل. حصل صدمه كبيره هنا. دفن مرتين، دفناه هيكل عظم، طلع متحلل تحليل كامل.
ما طلعش جثة زي ما الناس بتقول. طلع. محمد طلع في المشرعة كان كل جسمه كله كان سليم. والله سليم. وشه عشان مفيش كان في إلا الميه وشه وفي بس. الطين. وشه اللي معاه متغير. يعني مفيش هو في وش وشعر. بالعينين. طبعاً كان شعره كان الدم في أرض طريق. كنت واقف وفي مية وكده شعره نزل. ابني كان واقف لكن بقيت ومطلعينه، وابني لحد دلوقتي يقول لي انا ما بنساش منظر اخويا وهو طالع متربط، طالع كده متكتف كده، ايديه ورا ظهره ويا حبيبي متكتف. طلع في الصفة التشريحية عبارة عن رم. ده حسب النوم اللي انا بتكلم عن الاوراق، مش بتكلم عن اللي الناس بتقول. انا ما شفتش اخويا ولا قدرت ما شفتوش. حقه هيجي والله. انا رحت عشان ابص عليها، الظابط رجعني وما خلانيش اروح مكان القبر الاولاني. والناس بتدفن مره واتدفن مرتين. فين الرحمه وفين الانسانيه؟ بطالب بالاعدام في ميدان عام، مش في مكان مقفول. لازم يتعلم في ميدان عام عشان يبقى عبره لكل الناس. في اللي قتل اخويا، اللي قتل اخويا وما رحموش، وطلب يرحمه ما رحمش ضعفه. قال له روحنا وما رحمش ضعفه. قال له عايزه انام، سيبنا اروح انا تعبان، انا عايزه ارجع. انت عارفه يا محمد لو كان رجع كان فاق. محمد كان فاق، عارفه لو كان فاق واستوعب اللي جراله كان هو دفنه، هو كان دفنه مكانه. محمد ما كانش ضعيف. انت عارفه اللي قتله ده خسيس وضعيف جدا، خسيس وضعيف. مفيش اي كلام يوصف خسته. ما عندش والله من لا اي كلام اوصفه، لانه ده انسان منزوع منه الانسانيه والرحمه. ان شاء الله بعد 10 ايام جلسه باذن الله. يا رب يكون محمد حق محمد ان شاء الله. يا رب يكون جلسه حكم ونطمئن وينام في قبره مرتاح بقى، ونروح نقول له ان انت خلاص ارتاح حقك جال. لا مش مرتاح، وبيجي لي مش مرتاح، وبيجي قلقان على طول وقلقان على العيال. وانا بشوفه في المنام وبزعل لما بشوفه. يوم اللي بشوفه فيه ما بقدرش اعمل مصلحه في بيتي، لان هو انا ابويا وامي توفوا، كانوا يحسسوني ان هم ابويا وامي متوفوا. مش كانوا هم سندي في الدنيا، كانوا هم سندي وقوتي. انكسرت ما عادش ليا سند في الدنيا. والله لو صحرك مترين تحت كان صلب نفسه وهو كده كان طفل. بس هو الولد عشان عارف وماشي وعارف صحته غير احنا مش عايزين حاجه والله منهم خالص، احنا عايزين بس حق ابننا بس. احنا عايزين حق محمد. انا طلبت منهم يجيبوه. هيبرد نارنا اعدامه. انا عشان ما كنتش مصدقه ان هي لا يد في موت اخويا، طلبت منهم يجيبوها تحضر دفنته. قلت لهم حرام هاتوها تحضر دفن الجوز، عشان كانوا مخبيين عليا كل المعلومات. وكنت بتمنى انها ما يكونش لها يد وتطلع عشان خاطر العيال ما يتيتموش اب وام، لان ما يرضيش ربنا. هي ما فكرتش في اولادها، هي ما فكرتش فيه، فكرت في نفسها. فكرت في نفسها بس ونزلت. ذنبهم ايه ولاد اخويا يعيشوا كده؟ يعيشوا من غير اب ومن غير ام ليه؟ يعيشوا في بيت غريب عن بيتهم ليه؟ ما خلوناش بجد، لانهم كانوا بين حوالي الساعه 2:30 3 اللي كان بيتمنى يشوفهم احسن الناس، بس ملحقش يشوفهم خالص. مشيت يا عطاء تقول لي انا ماشيه اهو، كل شويه اتصل بعملت ايه يا عطاء؟ لسه اقول ان شاء الله خير، ان شاء الله خير هيحلى حقه يرجع وقلبك يهدى ان شاء الله يا حبيبي. بشوف ابن اخويا في الجلسه وما بقدرش اكلمه عشان ما حدش يزعل ويقول له انت كلمتها ليه؟ نفسك تكلم. بقى نفسي احط ايدي عليه واقول له ازاي، بس ما بقدرش اكلمه عشان ما يزعلوش. طب هم ليه مانعينهم ان انتوا تكلموه؟ عشان هم ناس جاحدين وقلوبهم جحد، ما يعرفوش الرحمه، ما يعرفوش قيمه الاخ والسند. الاخ غالي، ما هو مستحيل يتعوض. وما كانش اخويا، كان اخويا وصاحبي. كانش بيقول الله ياما، اكن انا امه. كانش بيقول الله ياما عايزاش حاجه ياما اجيبها لك وانا جاي لك. كنت بحس ان اخويا وابويا وصاحبي وكل حاجه حلوه في الدنيا، في ثانيه اسمع خبر وحش مش قادره اصدقه ولا قادره استوعبه. والله ما قادره استوعبه ابدا لحد النهارده، بقاله 1 سنة و3 شهور مش قادره استوعب.
ان شاء الله تضم ولاد اخوك في حضنك، وان شاء الله هم هيكبروا ويعرفوا الحقيقه يا حبيبتي. بكره هيبقى الأقرع يقول كلمته، هيعرف الحقيقه. مش احنا ما ظلمناهمش ولا ظلمنا حد، هم اللي ظلمون، هم اللي ظلمونا وقسوا علينا. احنا ما ظلمناش حد والله، والله ما ظلمنا حد. متابعينا الكرام، سمعتم من اخت محمد الله يرحمه العمر 40 سنة اللي اتجوز من بنت خالته، اللي قال ان هي دمي ولحمي وهتحافظ عليا. وبعد 16 سنة من الجواز ربنا كان معاهم رازقهم ب3 أبناء، وعيشتهم كانت كويسة وعلاقتهم كويسة. ولكن للأسف الشديد الشيطان دخل من الصاحب اللي فتح بيته له وكان بيقعد معاه وبياكل ويشرب وكان مآمن له. بدأت العلاقة تتطور بين الصديق والزوجة، ويعني لدرجة ان هو وصل الأمر بيه ان كان بيغير عليه منها، يعني كان بيغير على الزوجة من الزوج. فوقتها اتفقوا مع بعض وقرروا للأسف الشديد ان هم يقتلوه وهو مسافر برج العرب. كلمته وقالت له هو مسافر دلوقتي، كانت الساعة 12 بالليل. قابله، انت رايح فين؟ طب تعالى في الارض بتاعتي، جبت شيخ وقال لي ان في هنا اثار وتعالى نفحر ونطلع الاثار وليك مبلغ كبير. اوهمه، وطبعا يعني كان نفسه ضعيفه لدرجه ان هو صدقه. راح وحفر القبر بايده، راح وتركه وقال له رايح اجيب ميه وعصير، واداله العصير بايده اللي فيه الماده المخدره اللي هي هتكون سبب في ايده الوعي. وشرب العصير وبدا يحس بدوران ودوخه. قال له انا محتاج، حاسس ان انا عاوز انام وعاوز ارجع، فروحني البيت. قال له لا بس اهدى بس هتبقى الدنيا تمام. مجرد ما حس ان هو فقد الوعي، القوه والجبروت ان هو يجيب من شجر الموز الورق ويربطه ايد ورجل ورماه في الحفرة ونزل عليه عشان ان هو يعني يطمن قوي ان هو في الحفرة، وردم عليه. بدأ ان هو دفنه وكأن شيء لم يكن، والزوجة عايشة حياتها وكأن مفيش حاجة حصلت. بدأ يحس بغيابه. بعدها ب15 يوم لما بدأ يحس ان ممكن الناس تقلق وان هو اختفى، راح فتح عليه وطلع التليفون، كسر التليفون وحطه معاه تاني في قبره، وجاب الشريحة وبدأ يتصل في اوقات يعرف ان اخوه كان مؤذن فيرن عليه وقت الاذان عشان يقولوا ده ان هو حي وكويس. وبدأ يشغلهم ان هو كويس وبخير عشان ما يدوروش عليه. لكن للأسف مفيش حق بيروح، مفيش دم بيروح. قلبهم ما كدبش عليهم، واخته الوحيدة اللي كان ابوها وسندها وكل شيء، قلبها حس ان في حاجة مش مظبوطة، وان هو اخوها اتوفى واتقتل كمان. وراحت بلغت، وطبعا تم القبض عليهم واعترفوا اعترافات تفصيلية قدام النيابة. وبعد 10 أيام إن شاء الله بإذن الله جلسة حكم، والواقعة المؤسفة اللي بكل الأسوأ بكل تفاصيلها القاسية دي اللي عمرنا ما نصدق ونتخيلها إن هم يدفنوه وهو حي. لكن للأسف الشديد الواقعة دي حصلت في قرية نقولة التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية. حابة تقولي أي حاجة تاني؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، مقدرش اقول اكتر من كده. ربنا ينتقم منه ويجيب حق محمد كده، زي ما احنا اتوجع قلوبنا على محمد ربنا يوجع قلبهم عليه. وبنطالب اعدامه، ده اللي هيبرد نارنا، اعدام القاتل اللي اي حد شريك في اللي حصل لمحمد. القصاص ثم القصاص لأبعد درجة. مش هنسيب حق ابننا ابدا ولا لحظة، واحنا واثقين ان القضاء هيجيب حقه، القضاء يجيب حقه. واحنا اللي يبرد نارنا اعدامهم، اعدام اللي ذنب محمد في رقبته اعدامه. متابعينا الكرام، متابعين معاكم تفاصيل الواقع ان شاء الله باذن الله، وهنكون معاكم في اثناء المحكمه في اثناء الجلسه، وهنعرف حضراتكم ايه اللي حصل في الجلسه. وبندعي لاخته بان ربنا يلهمها الصبر والسلوان يا رب العالمين. وبنقول ربنا يا رب يهدي ولاده ومصيرهم ان شاء الله باذن الله يكبروا، لانهم لسه سنهم صغير 13 سنه، اكبرهم واصغرهم 4 سنوات، مش مدركين. ربنا يعينهم على المأساة اللي حصلت. وبنقول هنا في النهايه مش مرتاحه مع زوجك، ربنا سبحانه وتعالى حلل الطلاق للزوج. خد بالك وابعد النار عن البنزين زي ما بيقولوا. اتربينا دايما ان صاحبي وصاحبك بره بيتي، وزوجتي ملهاش علاقه بصاحبي، لان من هنا ممكن يدخل الشيطان، ومن هنا هتحصل الجريمه والخيانه. وخدوا بالكم وكونوا حذرين، لان الفتره دي دايما الخيانه بتيجي من اقرب الناس ليك.
طعنة الغدر بتيجي من اقرب حد ليك، وطعنة الغدر جات له من زوجته اللي هي بنت خالته ومن صديقه اللي كانوا بياكلوا عيش وملح، وكان تقريبا زي ما اخته بتقول بيصرف عليهم. متابعينا الكرام، متابعين معاكم، دمتم بخير وربنا يسلم عليكم يا رب من سوء الاقدار، وربنا يكفيكم شر غدر القريب. بشكركم والى اللقاء. جه ابنها نزل من السعوديه وعمل فرح بنته